السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير يا رب. اليوم جبت لكم وصفة الزيتون بلاصوص حمرة ثقيلة وعاقدة وبنينة، واش نقول لكم يا البنات، تهبل. اللي تحب هذه الوصفة يعني بلاصوص حمرة، زيتون بلاصوص حمرة، اتبعني. درت في كوكوط ولا طنجرة ولا واش عندك، ربطي حبة تاع بصل متوسطة وخليتها تقلب شوية تاع الزيت. زدت الطرف تاع اللحم كونجلي معايا انايا. اذا عندك اللحم ولا واش عندك، جناح ولا رقابي، المهم لاصوص تاعك باش تجي بنينه. هنايا على راس المغرف شويه تاع الملح، باسكو راكم تعرفوا الزيتون يجي مالح. زدت هنايا حبه زوديه كبيره كنت قشرتها وقطعتها كيما راكم تشوفوا، حبه طماطيش ربيتها ثاني كيما راكم تشوفوا، ونخلطوا كامل هذوك المكونات، يعني نبداو نقليو فيهم. وهنايا كنت مغليه الزيتون، كنت نغلي قبل ما ندير لا كوكوط في الزيتون، غليته دو فوا البنات خطرتين، ومن بعد ما غلالي وصفيته رميته في القدره تاعي في الكوكوط تاعي، وزدت على راس المغرف فلفل الكحل. انا ندير غير فلفل الكحل ويجيني بنين يحسل. انا ضد لي زيبيز البنات، ما نحبش ندير لي زيبيز في الاكلات تاعي بزاف. نجو هنايا على راس المغرف تاع طماطيش مصبره، اللي تحبها يعني تجيها اللون تاعها حامق شويه، واللي تحبها اورانج تخليه غير بالطماطيش تاع اللحم. نمرقو وندير لاكوط تاعي الطيب. هنايا بعد ما طاب لي، شوفوا البنات جا هايل، والريحه واش نقولكم، كلش زبده. حنا نحبوا هاك المريقه خاثره عاقده، جابني نحسل. واللي تحب لي فخيت دير لي فخيت شويه. انا نقول لكم في امان الله، ما تنساوش تجربوا الوصفه، ونتلاقاو في فيديو اخر. في امان الله.